طيب لي في المستهل أن أتقدم لكم ولكافة أعضاء الوفود المرافقة بأحر عبارات الترحيب بالجزائر للمشاركة في هذه الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان أعضاء لجنة الأركان العملية المشتركة. بهذه المناسبة يسعدني إبلاغكم رسالة أخوة وصداقة من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي يعتبر هذه السانحة حدثا هاما لتقييم الموضوع والعمليات للتحديات الأمنية التي تواجهها منطقتنا، وتنسيق الجهود بكل فعالية والتزام حتى يتسنى لنا اتخاذ القرارات اللازمة لبلوغ الأهداف الأمنية المسطرة من طرف بلداننا. بالفعل يعقد لقاؤنا اليوم استثنائيا بالجزائر لتسليم الرئاسة الدورية تكريسا لتقاليد هذا المجلس. وكما تعلمون جميعا فإن هذه الدورة الاستثنائية تأتي بعد الدورة الاستثنائية المنعقدة في الجزائر العاصمة بتاريخ 13 أكتوبر 2022، والتي كانت هدفها الواضح والمحدد المصادقة والتوقيع على النصوص المنظمة للجنتنا من أجل ترقية تعاوننا الأمني والتنسيق عملية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذا التفاهم المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي لجنة الأركان العملية المشتركة. ومن الواضح جدا أن مجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء يعتبر إطارا رفيع المستوى لتقييم وتبادل وتوجيه الخطوات اللازمة التي من شأنها أن تضفي على آليتنا للتعاون الأمني مزيدا من جودة الأداء والفعالية والنجاعة من خلال تبني الإجراءات التطبيقية التي تفرض نفسها في هذا المجال. قبل أن أختم أجدد التزامي وتصميم الجيش الوطني الشعبي على المثابرة في مكافحة الإرهاب والجريمة ذات الصلة بدون هوادة، والتنسيق جهوده مع شركائه في آلية التعاون الأمني هذه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتوحيد جهودنا والتنسيق تدخلاتنا كل فيما يخصه في مجال مسؤولياته مع إمكانية دعم بعضنا البعض حسب الوسائل المتاحة من أجل حماية مجالنا الجغرافي وتعزيز الأمن الوطني لبلداننا.